كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب. رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله النهاردة هنعمل حلوى اقتصادية جدا وسهلة جدا، هي حلوى عراقية بس شبيهة بحلوى بلح الشام بتاعتنا، سهلة جدا وبسيطة وبجد موفرة جدا جدا. بصوا بقى شكلها مقرمش ازاي ولونها كمان تحفة، هتفضل معاكي مقرمشة لآخر قطعة فيها. بصوا لو عجبتكم يا ريت ما تنسونيش باللايك وتفعيل الجرس والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم مني كل جديد. اول حاجه بسم الله كده هنجهز الشربات بتاعنا، عباره عن كوبايتين ونص من السكر وكوبايه ونص من الميه. الكوبايه اللي هنستخدمها للسكر هي اللي هنعاير بيها الميه علشان يبقى عيارنا واحد. انا ضفت دلوقتي كوبايتين ونص من السكر، هضيف كوبايه ونص من الميه. عملنا كتير مع بعض الشربات، وشربات سهل جدا ولازم يكون معايا جاهز، يا ريت يستحسن تجهزيه معاكي كده في عبوه او في برطمان وتحطيه في التلاجة، وقت ما تجهزي اي حلويات شرقيه يكون جاهز معاكي. هنضيف دلوقتي عصره ليمونه، وتقدري تستبدليها بملح ليمون، ذره بسيطه جدا من ملح الليمون. وهنضيف دلوقتي المكون السحري اللي هيخلي طعمه بجد يجنن، هنضيف 3 نقط بالكتير كده من زيت الورد، تقدر تستبدليه بمعلقه صغيره من ماء الورد. زيت الورد ده بنجيبه من اي محل عطار او محل مستلزمات حلويات. كمان هضيف معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، وده هيساعد ان الشربات بتاعنا ما يسكرش معانا. كده بقى هرفع كل المواد دي على درجة حرارة متوسطة على النار لغاية ما يبدأ يغلي معايا. هبدأ أحسب 7 دقايق وبعد كده أطفي عليه علشان أنا عايزاه بارد. هنبدأ بقى نجهز العجينة بتاعتنا. هنجيب الحلة ونضيف فيها 3 كوبايات من المية، مية من الحنفية، وهنضيف 3 معالق من السكر و3 معالق من الزيت، يعني بالظبط المقدار واحد، 3 سكر 3 مية و3 معالق سكر و3 معالق زيت. طبعا يفضل ان يكون الزيت من نوع نظيف لان طبعا هيكون في العجينة وهيبان طعمه فيه. تمام كده، خلاص ضفنا المية وضفنا السكر، ودلوقتي هنضيف الزيت. كل المواد السائلة دي بقى مع بعضها كده هنرفعها على النار لغاية ما تغلي معايا، مفيش اكتر من كده. تمام كده خلاص جهزناهم. هنبدأ بقى نجهز المواد الجافة بتاعتنا. المواد الجافة بتاعتنا هنجيب بولة طبعا كده ناشفة جدا، وهضيف فيها كوبايتين ونص من الدقيق وعليهم نص كوباية من النشا. كده انا ضفت الكوبايتين ونص من الدقيق. هنضيف بقى كمان نص كوباية من النشا، والنشا هنا هتساعدني ان يكون لونه ابيض وكمان هش ومقرمش جدا. هقلب بقى المكونات كده مع بعضها، النشا والدقيق، وبس كده. دي كل مقاديرنا. رفعنا بقى المية على النار كده علشان تغلي، وهبدأ ان انا اقلبها كده بمعلقة خشب علشان السكر يدوب معايا. اطمنتي خلاص ان السكر داب ودرجة الحرارة متوسطة. هنبدأ ان احنا لما يبدأ يغلي هننزل عليه على طول الدقيق. قبل ما انزل الدقيق بتاعنا هنزل كده ذرة من الفانيليا، يعني حوالي نص معلقة صغيرة من الفانيليا. مجرد ما يغلي المواد السائلة بتاعتي هضيف الدقيق والنشا عليهم، وبسرعة ابدأ احرك بالمعلقة الخشب طبعا لان هي اللي هتقدر تستحمل معاكي تقلب لك كويس العجينة دي. انا كده بعمل ايه؟ انا كده عايزة اخلي الرطوبة بتاعت الدقيق تطلع كلها، واقلب المواد الجافة في المواد السائلة بحيث ان يطلع معايا عجينة متماسكة جدا. شرط عندي ان ما يكونش عندي اي ذرات من الدقيق البيضة دي تكون موجودة خالص، يعني كله هيبان بدرجة واحدة. بصوا زي اللون العجين كده. دي كده خلاص الرطوبة بتاعت الدقيق طلعت زي ما حضراتكم شايفينها كده، عاملة طبقة قشرة كده في الحلة. خلاص كده هي جاهزة معايا. طلعتها بقى، هسيبها يعني حوالي 3 دقايق بالظبط تبرد. بصوا العجينة بقى متشكلة ازاي. هسيبها بس تهدى كده علشان اقدر ان انا افردها معاكم. طبعا هي سخنة لسه، يستحسن طبعا تكون دافيه، ما تسيبهاش لما تبرد خالص. وهبدا بقى ان انا افردها كده، اعجن فيها زي اي عجين احنا بنعجنه للمخبوزات بحيث تطلع معايا ناعمه جدا. بس كده بالظبط هي نفس المقادير والطريقه بتاعت بلح الشام، بس في الوقت ده احنا كنا بنسيبها تبرد ونضيف عليها البيض. دلوقتي احنا مش هنضيف بيض خالص. هي خلاص كده العجينه بتاعتي بقت لينه جدا زي ما حضراتكم شايفينها. هجهز بقى قمع بلح الشام وهحطه في كيس حلواني، وهجهز طبق مدهون بدهنة بسيطة من الزيت، وكمان المقص بتاعي مدهون من الزيت. تمام كده. وطبعا الباقي العجينة حطيناها في كيس،
زي ما حضراتكم شايفين كده باخد الجزء اللي انا عايزاه اقصه بالمقص علشان يكون متساوي معايا. يستحسن طبعا تكون كل القطع اللي انت هتقصيها قد بعضها. بصوا بضغط بايدي واقص بالايد التانية. طبعا دهنة الزيت بتاعتي في الطبق هتساعدني بعد كده ان العجين ما يلزقش في الطبق، دي اول حاجة. تاني حاجة هتساعدني ان انا اخده بسهولة جدا واحطه في الطاسة، لان طبعا هنقليه زي ما شفتوا معايا اول الفيديو. ودهنة الزيت اللي في المقص هتسهل عليا ان انا اقص بشكل متساوي، وتكون طبعا ما تلزقش في المقص بتاعي، يعني بين كل فترة وفترة ببل المقص من الزيت لغاية بقى ما اخلص كل الكمية بالطريقة دي. حابة ان انت تعملي الشكل ده اكبر من كده مفيش مشكلة. بصوا بقى شكله النهائي. هنكمل بقى كل الكمية بالطريقة دي لغاية ما تخلص معايا. هتاخد معاكي طبق 2 حسب العجينة اللي انت عاملاها بالشكل ده. بس اهم حاجة تدهني الحاجة اللي انت هتحطيها سمنة علشان العجينة ما تلزقش فيها، تكون سهلة معاكي وانت بتشيليها تحطيها في الزيت. بصوا بقى كده خلاص هي جاهزة معايا. هبدأ بقى على طول اجهز الطاسة بتاعتي واحط فيها زيت، وهسيبه كده يغلي على النار. طبعا مش يغلي قوي، يعني هخليه على درجة متوسطة. وهبدأ ان انا انزل القطع بتاعتي دي. بصوا سهلة جدا بتشيليها من الطبق، سهلة بسبب دهنة الزيت اللي احنا دهناها. هننزل بقى كده كل الكمية اللي معانا، وحاولي ان انتي ما تكتريش في الطاسة علشان وانتي بتقلبي تكون سهلة معاكي. انتي هتشوفيها دلوقتي اول ما هتبدأ ان هي تاخد حرارة هتنشف طبعا منك وهتقرمش، هتحسي بيها وانتي بتقلبي بالمعلقة بتاعتك او بالشوكة. وطبعا من سر نجاحها برضو ان هي طلعت معاكي نفس الرسمة، يعني هي لو ما كانتش وصفة ناجحة ما كانتش هتفضل على رسمتها زي ما هي ثابتة. بس كده هنضيف القطع بالراحة كده على مهلنا، ومش هقلب فيها دلوقتي خالص غير لما تتماسك كده وتمسك نفسها كويس. ومجرد ما تخلصي المقدار دون هتحطي المقدار التاني مجرد ما تطلعي ده على طول. هنقلب كده الاول بالطاسه زي ما حضراتكم شايفين، ما حطيتش المعلقه خالص غير لما تماسك ومسك نفسه. بصوا شكله طبعا اكيد حضراتكم شايفينه، لونه ابيض من النشا وكمان مقرمش، وسهل جدا ان انتي تحركيه بالمعلقه لانه خلاص تماسك مسك نفسه خلاص. فسهل ان انتي تقلبيه شمال ويمين. طبعا التقليبه دي بتخليه كله درجه واحده، وفي نفس الوقت بتساعد على قرمشته، يعني ما تسيبوهوش كده وتركني وما تقلبيش فيه لغايه ما يوصل بقى معاكي اللون الذهبي الجميل اللي انت تحبيه. تبداي ان انت تطلعيه. حابه ان انت تطلعيه في على مناديل مطبخ مفيش مشكله، حابه ان انت تطلعيه في طبق كده لوحده وبعد كده تسيبيه يهدى مجرد دقيقه واحده، وبعد كده تضيفيه في الزيت في الشربات على طول. خلاص كده هو قرب ياخد اللون معايا. طبعا درجه الحراره معايا متوسطه، مش بعلي خالص درجه الحراره. خلاص كده هيبدا ياخد اللون اللي انا حباه. في الوقت ده هكون مجهزه معايا طبق وهصفيه من الزيت كويس كده، وهبدا ان انا اطلعه. بصوا لونه جميل جدا وتحفه وفعلا مقرمش، هيفضل معاكي لاخر قطعه بنفس القرمشه. سبته دقيقه كده وهبدا ان انا اضيفه بقى في الشربات بتاعنا اللي احنا عاملينه. فضيته في بوله واسعه وسبته يبرد خالص، وهبدا ان انا اقلب كده بالشوكه علشان ياخد طبعا طعم العسل. هتسيبيه مجرد بس دقيقه. طبعا انت هتلاحظي بقى وانت بتقلبي كده الخرفشه بتاعه الحلوى بتاعتنا. هتسيبيه بس مجرد دقيقه كده، وبعد كده تطلعيه برضو بالمصفى علشان يصفي اي زياده من الشربات اللي فيه. هتسيبيه كده، وفي نفس الوقت هكون هحط بقى الجزء التاني من العجين بتاعنا على الزيت على طول. سبته خلاص دقيقه اهو. هبدا ان انا اصفيه من الشربات واحطه كده في طبق بقى لغايه ما اخلص كل الكميه اللي احنا عملناها مع بعض. يعني من 2.5 كوبايات من الدقيق عملتي حلوى سريعه وسهله واقتصاديه جدا، وكمان اطفالنا هتحبها لانها مقرمشه وطبعا طعمها مسكر. تقدري برضو تزينيها بصوص شوكولاته لو الاطفال بتحبوا، تحطي عليها كده صوص شوكولاته شكله بالظبط زي بلح الشام، واسهل كتير من بلح الشام، وطعمه جميل جدا وان شاء الله هيعجبكم. ويا ريت تجربوه، لو عجبكم يا ريت تكتبوا لي كومنت حلو منكم. يا ريت. اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم، اتمنى دايما تكون وصفاتي سهله وبسيطه وسريعه، وكمان تكونوا بتطبقوها وبتستفيدوا منها. ويا ريت بقى لو بتستفيدوا مني يا ريت تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. بصوا شكله جميل ازاي ولونه موحد. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى اكون دايما عند حسن ظنكم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.